اللحمه اللي جالبه الدنيا دي. اما بتعملي ايه ياما؟ بتطبخي لنا لحمه؟ عايزه ايه اللي ينقطم رقبتك؟ ده انا بنعمل كوبايه شاي يا اختي. طب والله ياما على حله اللحمه، ده احنا في عيد عايزين ناكله. لحمه ايه؟ هو احنا عندنا لحمه؟ ده انت بتحلمي. ازاي ياما؟ ازاي ما عندناش لحمه؟ ده احنا في العيد، انتوا نسيتوا والله. انت بتساليني اني؟ روحي اسالي ابوك الراجل الفجر العره دي. واني نساله ليه ياما؟ انت مراته، روحي اساليه ويقولوا له يختشي على دمه عيب كده. وانت يا راجل يا خنزير انت عايزه ايه يا مره يا مجلوط؟ هنعوز ايه من وشك يعني؟ عايزه لحمه العيد؟ لا ده انت طالعه في العالي قوي، السنه دي مفيش لحمه يا مره. ليه؟ والناس اللي حوالينا دي كلها اللي جابت لحمه احسن مننا في ايه؟ احسن مننا يا جرس الجل عشان معاهم فلوس، انما انا قاعد قدامك اهو مشطب ومفلس. تتصرف احسن عليا الطلاق، ندوس على دماغك نطبقها لك، ده كله الا اللحمه. طب اجري نجر يا مره، افتحي الباب شوفي مين اللي بيخبط. اصبر يا اللي على الباب شطط مصيبه تاخدك. سلام عليكم، ازيك عامله ايه؟ انا جارتك اللي ساكنه جنبك هنا، زي ما تقولي كده التلاجه عندي مليانه لحمه مش عارفه نوديها فين، فقلت نجيب حته اللحمه دي نشيلها عندك في التلاجه بعد اذنك يعني. ماشي هاتيها، بس خلي بالك انا كمان عندي التلاجه مليانه لحمه، لا تفكري انت بس اللي عندك لحمه، يعني يا عالم نلاقي مكان عندي في التلاجه نحط لك الحته اللي في ايدك دي ولا لا؟ خلاص هاتيها هنشوف لها صير فن، مش عايزه نشيل حاجه عندك. لا خلاص انا هنشيلها لك عندي، مشي بقى. اما الحاجه بسرعه. في ايه يا بنت؟ معديه يابا من قدام الراجل بتاع الفراخ، لقيته عنده فراخ بالهبل وعمال يريش وذبح فراخ قد كده، رحت مسحياه ولطشه فرخه سرجاها ومتكيه جنب. يا نهار طين، وشافك وانت جايه بيها على هنا؟ لا يابا الدنيا عنده زحمه موت، ما خدش باله مني اصلا. لا والله برافو عليكي، جت في وقتها، رزقيني بدل امك ما كانت واقفالي كل شويه تقول لي عايزه لحمه. ياما جبتلك فرخه، ياما خدي اطبخيها لنا وظبطيها اهي. لا هي الفراخ ايه اللي جابها للحمه؟ وده عيد لحمه وانا مش هنتنازل عن اني ناكل فيه لحمه، والفرخه دي والله ما انا طبخاها. ليه يا مره يا بهيمه كده؟ احمدي ربنا غيرك مش لاقيه. خلاص ياما ان شاء الله ما طبختيها هناكلوها ني. اهلا، كل سنه وانتم طيبين. ادخل يا حاج خريه، اصلا ناقصاك انت كمان. امسك يا عم، جايب لك حتتين لحمه من احلى حته في الذبيحه، حته لحمه بقى، انما ايه حكايه. الا اهو ده العشم يا صاحبي. شفت يا مره؟ مش قلت لك انا ليا معارفي اللي هيفرحوني ويجيبوا لي اللحمه لحد الدار؟ كتر خيرك يا معلم خريوه، انت ذابح ولا ايه؟ امال ايه يا ست الكل، هو انا منفوت الحاجات دي؟ عمي خرج جاب لنا لحمه، هناكلوا لحمه. الا يعني انتوا ما عندكوش لحمه ولا ايه؟ لا والله يا حاج خريوه ما عندناش لحمه ولا كنا لاقيينها، ده حتى البنت من كتر الحصن اللي احنا فيه راحت سرقت فرخه عشان نطبخها لهم بدل اللحمه. لا هو ده كلام. هاتوا الفرخه دي، فين الفرخه دي يا ولاد الكلب يا حراميه عشان نرجعها لاصحابها؟ هاتوها لي يا عم، لما تسيبها ما تخسرش، ناكلوها تاني يوم تنفع برضه. يا جدع انت عيب عليك، ما انا جايب لك لحمه بالكومه اهي، ما تاكلها وتشبع، بطل شغل الجربعه اللي انت فيه دي. اهي الفرخه هناخدها معايا، والله لازم نرجعها. انا مش فاضي، ما تعطلنيش اكتر من كده. باين عليها لحمه ياما قوي، الورقه تقيله ومليانه. طلعي بقى واطبخي، خلي الواحد ياكل ويرم عظمه اللي داب دي. ايوه ياما. لحمه؟ لا ده تلاقيه حاطط لك ورقه عظم عشان الشوربه، اصل الحاج خريوه دي اكيل وكيف قوي، خلي بالك. يبقى الورقه التانيه بقى هي اللي فيها اللحمه. يا سوادي، الله يخرب بيت ابوك يا حاج خريوه، تدهني. يا مره يا وش البومه، الله يولع فيك يا حاج خريوه بجاج وسخ. خلاص يا مره روحي اعملي الفرخه اللي البنت كانت سرقاها. ما هو اخد الفرخه، طب هنعمله ايه؟ يلا احسن اهي طارت من وشك عشان تبقي تتبطري عليها كويس. على قد ما انا مقهور على الفرخه، على قد ما انا فرحان فيك يا مره يا بنت 60 كلب. مش عايزه نسمع صوتك يا راجل يا جربوع انت، ما هو كله بسببك، انت اللي مش عارف تجيب لنا حته لحمه نطفحوها. يا شاطر يا رب على
والله اول مره تقولي حاجه عدله. لا حرام، انتوا عايزيني نسرق حته اللحمه تحت الوليه؟ دي تفضحني عليها. يا ستي ربك بيسامح، طلعي حته اللحمه واشلقيها ليكي ولعيالك. انا ان كان عليا نشم ايدي نشبع، والله ما انا حطاها في حنك، انا خايفه عليكم انتوا. ماشي خلاص، الامر لله يما، هنسمع كلامك. والله يا عيني العاقل، وان جابت لك سيرتي قولي لها طز فيكي وفي اللي جايبينك، اللي عندك روحي اعمليه، المهم ناكلوا حته اللحمه. اما حته لحمه زي العسل.